بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني من آخر فيديو كنا مع بعض فين. كل سنة وانتم طيبين. وأول فيديو كده أحب أقدم عزاء واجب لأهلنا في المغرب وأهلنا في ليبيا، وربنا يكون في عونهم وعون كل اللي زيهم، وربنا يرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ومصابهم إن شاء الله بإذن الله، وربنا معاهم، واللهم كن عون لهم يعني في كل الأزمات وفي كل مكان وفي كل وقت لكل إخواتنا المسلمين، اللهم أمين، ولكل العالم. ده عزاء واجب. ندخل على الفيديو كده ونسمي بالرحمن ونصلي على النبي ونقول احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ رايحين نعمل معجنات. سلفتي قاعده بتتكلم وبتقول عايزين نعمل قرصتين، قلت لها والله وانا كنت عايزه اعمل برضو قرصتين. المهم قامت عاجنه القرص بتاعتها عملتها يعني. يعني انا قلت اشمعنى انا الاخرى، يعني غيرت بقى منها. المهم كل واحده عملت لها كيلو دقيق كده على الماشي، هي عملته كان عندها برضو بلح او بيقولوا عليه عجوة، احنا بنقول عليها عجوة او بلح او بلح كبيس، يعني ايا كان مسماها في كل مكان بقى. المهم هي عملت القرصتين دول بالبلح والكلام من ده، وانا عملت معجنات. ولادي قالوا مش عايزين العجوة دي، قلت لهم خلاص البلح ده يعني، قلت لهم خلاص نعمل المهم عملنا. كان عندي شوكولاتة اللي هي بتاعة المطبخ دي، قالوا اعمل لنا معجنات، قلت خلاص هعمل انا كرواسون اللهم صل على سيدنا محمد وباتيه بالجبن، والاول مره يعني اعمله. فخليكم معايا كده وما يعني محدش يتريق عليا او محدش يعني يتنمر عليا، ماشي؟ عايزين بقى نقول كده نتفق اتفاق. يعني الفيديو عايز عليه لايكات كده وتشجيع منكم، عشان ده اول مره ليا اعمل المعجنات دي، ويعني تشجعوني، ماشي؟ يعني ما تنسونيش بلايك حلو وكده وكومنت، تذكروا الله وتصلوا على النبي وتسموا الله كده ونقول يا هادي. ونبدأ. ابني بقى مصمم يعمل معايا كل اللي انتوا شايفينه ده، واللي انتوا شايفينه من اول الفيديو هو اللي بيحطه ويقول لي قولي لي اعمل ايه وانا اعمل وانا اللي هعمل وانا اللي هسوي. قلت له اتفضل يا شيف براك، شرفنا باللي انت هتعمله. قام جاي يحط اللبن ويعمل. المهم حطينا كوبايتين لبن وكيس خميرة عبارة عن 10 جرام، وكمان كيسين فانيليا، و8 معالق سكر، وكمان 8 معالق زيت، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد وبيضة. دي كل المكونات اللي هو حطها كده. وبعد كده معلقة ملح صغيرة حطيناها على على الكيلو الدقيق، وقلبها ببعضها كده. وزي ما انتم شايفينه بيشتغل، يعني بيحاول يقاوم ويشتغل بعزمه كده، ومش يعني على قد معرفته وعلى قد جهده يعني. وانا بقيت اقلب له شويه او اساعده شويه في الاول، او هو يبقى في الحاجه السهله، وانا بعد كده استعبه كده انا اللي اكملها. فبعد ما حط المكونات اللي هي السايله، اللبن على الزيت على البيض على ده كله والفانيليا، وقمنا جايين نازلين عليه بالدقيق واحده واحده كده، والخميره طبعا دوبناها كلها ببعضها. وبعد كده بدأنا العجين. فهو بقى يعمل الحته السهله وانا بقيت اكمل بعد منه. بس اللي عندي هنا بقى طبعا هو ما يعرفش يعمل، لان انا بدأت اعجن بايدي والم المكونات دي كلها ببعضها. في الاول زي ما شفتوا كده نزلنا بالدقيق واحده واحده، علشان برضو ندخل الهواء جوه العجين، لان نزلت شويه دقيق على المواد السائله دي الاول وخفقناهم كده، يعني زي ما تكون بنعمل كيك او حاجه. وبعد كده نزلنا عليهم ببقيه المكونات. بالمناسبه باقي معانا كوبايه ميه، يعني انت ممكن الخليط ممكن تعمليه بين ميه ولبن. احنا حطينا في الاول كوبايتين لبن، وباقي معانا قلت ازود بميه، باقي معانا كوبايه ميه، بقيت اشتغل منها زي اللي انتم شايفينها دي. وبالمناسبه برضو احنا ما استخدمناش الا نصها بس، او ما خدناش الا نصها. يعني كل المكونات السايله كوبايتين ونص، كوبايتين لبن ونص
ونص ميه. ممكن تعملي انت بقى يعني مزيج ما بين الاتنين، النص كده والنص كده. المهم طبعا انا عايزه اتملك او املك العجينه في ايدي. بيبقى على الرخامه بيبقى احسن. فطبعا انتوا شايفين الرخامه بتاعتي يعني ايه، هي اللي شكلها كده، مش هي وسخه ولا حاجه، هي اللي شكلها كده. يعني بقى لها 18 سنه. ادعوا لي ربنا يقدرنا كده ونقدر نكمل بيتنا واعمل مطبخ جديد. المهم فرشت عليها ايه، الاسترتش راب زي ما شايفينه كده. وبدات ايه اعجن في العجينه اللي عندي ما وصلتها للقوام اللي انتوا شفتوه وانا بوريهولكوا كده. وقلت بقى المها واحطها في البوله واسيبها ايه في مكان دافي تخمر. وكنت غطيتها برضو بحاجه بالاسترتش والايه وفوطه، وغطيتها وحطيتها في مكان دافي وسبتها خمرت لعند ما شفتوها كده. وبعد كده بقى اقوم جايه ايه شايلها من البوله اللي هي فيها دي او الطبق يعني، واقوم جايه ايه حطاها إيه على الرخامه او على ايا كان اللي هتعملوه، واطلع برضو ايه منها الهواء. برضو رحت جايه فرده كيس بلاستيك او الاسترتش راب زي ما شايفينه كده، ورشيت او نخلت شويه دقيق. وهقوم جايه نازله بالعجين على ايه على سطح الرخامه، ويحاول يعني طلعت منه الهواء او بمعنى اصح تخميره، عشان هنرجع نخمره تاني وهنبدا نشكلها. فلازم بقى ايه يكون شويه دقيق حلوين كده محترمين تحتها علشان ما تلزقش في سطح الايه الرخام. وهنا بقى حاولت اشكلها تلات اربع قطع اللي هي تبقى ايه كل قطعه كوره كبيره كده، علشان اما اجي افردها على الرخام. هنا بقى يعني معلش اعذروني علشان انا كنت ايه ماسكه التليفون بايد وبشكل بالايد التانية، وايد لوحدها ما تسقفش على رأي يعني اللي قالها. فهنا ايه حاولت بقدر الامكان ان انا ابين لكم. يعني بعد ما شكلت لكم العجين كده وحطيت بقى لازم نغطي وشه علشان ما ينشفش او علشان ما يجرالوش حاجه. وكان معانا الزبده حوالي 300 جرام زبده هنستخدمهم في الوصفه دي. فطبعا هي متلجه فلازم نحاول يعني نفكها بقدر الامكان. وكنت هنا فردت قطعه من او اللي هي الكوره اللي احنا كنا مكورينهم دول، وفردت عليها طبقه من الزبده. فردناها كده مستطيل يعني على شكل مستطيل كده، فردنا على على السطح بتاعها زبده. ونحاول نطبقها معلش انا اسف. يعني نحاول نطبقها على بعضها كده علشان نعمل الزبده وتبقى الطبقتين على بعض، او يعني كل جهه على التانية. فهنطبقها شمال على يمين ويمين على شمال. وبرضو نطبقها كمان طبقة تانية زي المنديل كده، علشان يعني اما نيجي نفردها تاني يبقى فيها يعني زي التوريقة كده، او زي ما نكون بنعمل الفطير المشلتت. هو مش زيه بس يعني إيه احنا يعني انا ليا في المعجنات اللي هي الشرقية، ماليش في الغرب ده خالص. يعني ليه فطير مشلتت الحاجات الفلاحي بتاعتنا دي. انما الحاجات التانية دي يعني اقول بس بالله عليكم عايزه لايكات كده تشجعني، وعايزه كومنتات حلوه منكم واشتراكات. يعني مش هقول لكم بقى، عايزه اشتراكات واللايكات تنزل توري عليا كده. هنا بقى يعني بدأت انا كنت زي ما طبقتها كده وشفته في قبل يعني في الفيديو ان انا طبقتها زي تطبيقة المنديل كده، وحطيتهم رصتهم اللي هم الاربع كور دول، رصتهم على صينية او على ايا كان، ودخلتهم الفريزر. وطلعتهم بقى بعد ما مسكوا حلوهم كده او جمدوا كده، علشان طبعا الزبدة ما تخرجش من بين العجينة وانا بفردها، وتبقى يعني طالعه من كل ناحيه. بعد ما جمدت بقى ووصلت للمرحله دي زي ما شايفينها كده، وانا بحاول افردها او ادق عليها كده، يا عايزه نشابه جامده او كده. المهم دي كانت طالعه من الفريزر. وبعدها برضو رجعت فردتها طبقه تانية بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، وبرضو عملناها دهنت عليها طبقه من الزبده
وهرجع تاني اطبقها نفس الحكاية واوصلها ايه لنفس المرحلة اللي كنت شفتوها معايا في الاول. بالمناسبة برضو يعني ممكن البديل للزبدة ممكن سمنة على زيت، بس يعني انا مش هقول لكم كل البيوت فيها زبدة. اكيد برضو في الظروف اللي احنا فيها دي في بيوت ما فيهاش. ممكن يعني تحط الخليط ده في التلاجة او في الفريزر بيجمد فتستخدميه، او ممكن سمنة من اللي هي بتاعت العلب. يعني كل الوسائل متاحة، بس ان احنا ممكن نعمل اي حاجة. هنا بقى كنت جايبين علب شوكولاتة مطبخ زي اللي انتم شايفينها دي. طبعا ولادي كانوا نصها. آه، آه، يعني مش عايزة اقول لكم يعني اللي باقي المهم اللي باقي قلت اعمل منه بقى الكرواسون ده اكسره قطع صغيرة زي ما شفتوا كده واحشيه علشان الفه، ويعني اسيب حاجة تانية او اسيب العجين، يعني حتة منه تبقى بالجبنة وحتة منه تبقى بالشوكولاتة على قد الشوكولاتة. تمام. فزي ما شايفين كده بقى انا فردتها ورص وقطعتها وعملت فيها كل مثلث كده عملت فيه فتحة من عند آه الحتة بتاعته اللي في الاخر دي، وعشان نحاول نلف المثلث ده ويلم على بعضه وما يبقاش مفتح من الجناب، علشان طبعا الشوكولاتة ما تسيحش وتنزل في الصينية او ايا كان. بس بالله عليكم ده اول مرة في حياتي اعمل المعجنات دي، زي ما قلت لكم في اول الفيديو مش عايزة تنمر من حد، لان كفاية التنمر اللي انا بتعرض له حتى يعني في البيت. ماشي. يعني شجعوني انتوا، بلاش اللي في البيت وشجعوني انتوا. المهم هنا كنت بقى انا واقفه انا وبنتي واقفين نلوك يعني هي كانت جت من الدرس وواقفه بقى، انت لسه يا ماما مش عارف قلت لها لأ خلاص. فكانوا مستنيين يعني المهمه القوميه اللي انا بعملها دي، عشان طبعا عمرنا ما عملناها في البيت. احنا ممكن نشتريه، انما ليه وفري بقى على نفسك، حتى لو ما طلعتش حلوه المره دي المره اللي بعدها هتطلع مظبوطه. يعني بجد انا حاولت بقدر الامكان، وان شاء الله يعني النتيجة يعني بالنسبة لي انا مرضية يعني حلو لأول مرة بالنسبة لي. فكل واحدة تحاول ونحاول علشان ما نفضلش كده يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها دي مهما نكون. في ناس بتقولك شريت العبد ولا تربيته. يعني ايه شريت العبد ولا تربيته؟ يعني ان انا اشتري واريح دماغي احسن من ان انا هتعب نفسي واعمل. بس انا عندي دقيق وكان عندي زبدة، ويعني اغلب الحاجات انا عارفة برضو للمرة المليون ان انا بقولك ممكن بعض البيوت ما يبقاش فيها المكونات دي. بس يعني خليكي لو هتعمليها. بصي لو هتحشيها شوية سكر وقرفة مش هيقول لا. يعني حاجة بتفرح العيال في البيت. ولادي بجد يعني مش هقول لكم طول الليل، يعني مش طول الليل صاحيين له لا، طول ما احنا قاعدين يجيبوا ويعملوا يجيبوا والله العظيم. على قد هو يعني انا مش هقول لكم ان كان حلو. انا بالنسبه لي يعني انا بعمل مقارنه بين اللي بره وبين ده، بس هو المفروض ما اعملش، لان أنا على قد امكانياتي عملت هو حلو. المهم ولادي فضلوا فرحانين بيه وكل شويه يجيبوا. يعني على تاني يوم الكرواسون ده ما عادش، ما فضلش بألف هنا يا رب لهم. ده كان شكله بعد ما خمر. وجبت زي ما شفتوا كده معايا بيضة وحطيت عليها معلقتين لبن ورشة قهوة سريعة الذوبان وكمان معلقة خل، ودهنت وشهم كده ودخلتهم الفرن. على فكرة كانوا قبل ما يختمروا الخمر اللي هو النهائي، علشان خفت ان الهواء يطلع منهم، لان الهواء لو طلع منهم مش هعرف يعني بيبقى عامل زي البيبي كده او زي الاطفال، ان انتي بتعامليه كأنك معاملة طفل، علشان ما طبعا لو طلع الهوا منه كأنه خلاص ما عادش نافع.
بيتصفط تاني وكأنه مخمرش، لازم يقعد تستنيه يخمر تاني. فدي كانت ايه تاني، يعني انا كنت من كل نوع، انا الاربع كور عملت من كل نوع اتنين، يعني كروسون اتنين، باتيه اتنين. ده كانت حتة جبنة الجمال، كنت جايباها برضو من عند سلفتي، يعني قلت لها هاتي حتة جبنة عشان اشكل العيال، قالت خد اللي انت عايزاه. المهم عملت دي قطعتين باتيه بالجبنة حدقة يعني، او جبنة قديمة، احنا بنقول عليها الجبنة الجمال نسبة لايه لمصنعها. هو مش اعلان، بس هي انا لساني خد على كده فانا قلتها كده. جبنة قديمة او براميلي زي ما بتقولوا. المهم عملتها وعملت الباتيه كده من اللي هم القطعتين دول، وشكلتهم زي ما شايفين كده، وبرضو سبتهم يخمروا. وجيت برضو وجيت برضو شكلتهم وقطعتهم كده ولفتهم. بس حسيت ان الطول ما ببرم القطعة دي بطولها كده هتبقى يعني تقيلة او تخينة مش عارف. فقلت اما اقسمها كده علشان تبقى يعني ما تبقاش تقيلة في العجين. بس مش عارفة بقى هو اللي انا عملته ده صح ولا لا. بقول لكم انا اول مرة اعمل الحاجات دي. فشكلتهم برضو وعملتهم، والاخر يعني هنشوف النتيجة مع بعض. انا صورت لكم من كل عمايل النوع، يعني من كل كروسو صورت واحدة وانا بعملها، وبرضو الباتيه بالجبنة صورت برضو واحدة وانا بعملها، علشان يعني تبقوا شايفين معايا انا وصلت ماشية بالخطوات يعني زي ما شفتوا كده. وهنا دي كانت النتيجة بتاعة الكروسو، يعني كان طالع لسه من الفرن ساخن وشكله حلو، ويعني ما اقولكوش. هنا بقى برضو ما كنت يعني العيال ما كانوش صوروا الباتيه وهو بيطالع من الفرن. دي كان النتيجة بالنسبة لي يعني مرضية لأول مرة وكده. كانت الشوكولاتة سايحة فيه، وكان قلبه حلو يعني مورق، وما شاء الله مش يعني بالنتيجة بالنسبة لي لأول مرة يعني مرضية بالنسبة لي. بالنسبة يعني الناس تانية مش مرضية خالص. انا كلتها بقى يعني بعد ما وريتها لكم كده كلتها. وهنا برضو كان الباتيه يعني برضو كان شكله حلو، وكانت النتيجة بقول لكم مرضية بالنسبة لي لأول مرة كانت الحمد لله. فأتمنى ان تشجعوني واقدر اكررها مرة واثنين وعشر. هنا بقى كانت الصينية يعني طفيت من فوق ونسيت ان انا اطفي من تحت، عشان كده اتلهفت من ارضيتها من تحت. فكان يعني شوفوا طري وحلو وشكله وريحته وحاجة ما شاء الله عليه. يعني بنتي بتقول لي خلاص بقى انا عايزه اكل، انت هتقعدي تصوري في الفيديو ده لما الامتى؟ قلت لها يعني انتم مين اللي هياكلوا؟ مش انتوا اللي هتاكلوه؟ استنوا صوروني وخلدوني حقي عشان اخلص.